سلامي للجميع، يا رب جميعا تكونوا بخير. حابه النهارده اتكلم معاكم عن موضوع لو استوعبناه على الاقل 3/4 المشاكل الحياتيه بتاعتنا هتتحل بشكل افضل. بس قبل ما اتكلم معاكم في الموضوع، حابه ان انا انوه عن المسابقه اللي انا عاملاها على صفحتي الشخصيه، اللي هي اي حد فيكم ممكن انه يفوز بجلسه دعم نفسي مجانا. الجلسه دي بتبقى على مدار ساعه بيني وبينكم على واتس، بنبقى بنفتح فيها فيديو كأننا قاعدين مع بعض، وبيبقى انا مجهزة ليكم اسئلة تدعمكم نفسيا، او اي موضوع انتوا بتبقوا حابين تتكلموا فيه ممكن نتكلم فيه. بس دوت لاكتر شخص هيعمل تعليقات كتير على اي منشور بنزله في خلال اسبوع. تعليقات بقى، لايكات، مشاركة. اكتر شخص هيعمل كومنتات اكتر هو اللي هيكسب معايا جلسة الدعم النفسي. حابة النهاردة بقى ان انا اكلمكم عن المفيد، اللي هو ايه؟ اللي هو كل شخص فينا عنده مشاكل كتير. كل شخص فينا ظروف الحياة بتخبطه وبتجيبه. في ناس مضغوطة، في ناس عايشة حياتها على طول تحت ضغط وسترس. خليني اقول ان كل شيء، وهي دي بقى اللي انا بقولكم لو استوعبتوها هتحل مشاكل كتير، اللي هي ايه؟ اي شيء انت او انتي بتركزي عليه بيكتر. بالبلدي، اي شيء انت تشغل دماغك بيه بيكتر. مثلا زوجة زوجها معاملته معاها قاسية، وطول الوقت هي بتركز على انه دايما بيعمل فيها وبيسوي و و و و و و طول الوقت هيزيد. طول الوقت هتعيشي الشعور ده، الضيق والخنقه منه. طول الوقت هيزيد المشاكل ما بينكم. ام تانية ابنها مغلبها، لو هي ركزت على اللي بيعمله معاها هيزيد. اي شيء بتركز عليه بيزيد في حياتك. الخلاصة، قانون التركيز من اقوى القوانين اللي شغالة في حياتنا. اي شيء انا مركزة عليه بيزيد جدا. يعني بركز على السلبيات هتزيد جدا في حياتي السلبيات، بركز على المشاكل هتزيد جدا المشاكل في حياتي، بركز على النجاح هيزيد النجاح في حياتي، بركز على اني طول الوقت اطور من نفسي واحسن من نفسي، هتلاقي في حياتك التطوير والتحسين في الذات.